الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. تكملة لدروس الدعم نقترح عليكم اليوم مواضيع بكالوريا 2018، ونبدأ بالتمرين أحد التمرينات اللي هو التمرين الثاني الذي اعتمد في السنة الماضية بكالوريا 2018، ويخص الإنزيمات ويخص موضوع الإنزيمات. إذن يقترح هذا الموضوع اختلال وظيفي يحدث على بعض البروتينات قد يؤدي إلى أمراض لكنها ليست خطيرة بالنسبة لهذا المثال. طيب، التمرين الثاني بسبع نقاط نحاول أن نقرأه مع بعض ونشوف كيف يمكن الإجابة على مواضيع. إذن تضمن جملة من الإنزيمات أو تقوم مجموعة من الإنزيمات بعمليات الهضم في الأنبوب الهضمي، وتمتص نواتج هذه العملية على مستوى المعي الدقيق لتنتقل إلى الخلايا. هذا بالنسبة للمقدمة. إذا هناك عمليات هضم وهناك عمليات امتصاص. طيب، قد يحدث خلال عملية الهضم عدة مشاكل، من بينها حالة عدم تحمل اللاكتوز. إذا بعض الأمراض تصيب الإنسان، من بينها عدم تحمل اللاكتوز. الإنسان الذي يشرب الحليب الذي يحتوي على اللاكتوز يصاب ببعض الأعراض، منها الغازات، منها الإسهال إلى آخره. طيب، لتحديد التحولات، إذا نحن أمام إشكالية اللي هي مرض عدم تحمل اللاكتوز. لتحديد التحولات التي تطرأ على سكر اللاكتوز، على سكر اللاكتوز، وسكر اللاكتوز هو سكر ثلاثي، هو سكر ثلاثي عبارة عن C12H22 أو 11، وبالتالي لا بد أن يتفكك في الجهاز الهضمي بإنزيم يدعو بإنزيم اللاكتاز. إذا لتحديد التحولات التي تطرأ على اللاكتوز اللي هو السكر عند شخص مصاب بهذه الحالة مقارنة بالشخص السليم وسبب عدم تحمله لللاكتوز، نقترح عليك الدراسة التالية. إذا المطلوب هو الإجابة على السؤال اللي هو لماذا يحدث تحمل اللاكتوز عند بعض الأشخاص، لماذا يحدث عدم تحمل اللاكتوز عند أشخاص الآخرين. طيب، الآن الجزء الأول. إذا هناك جزء أول لتحديد دور إنزيم اللاكتاز. إذا الفرق بين اللاكتوز اللي هو سكر، اللاكتاز اللي هو إنزيم. إذا كل مادة تحتوي على لاحقة آز يعني أنها إنزيم، بينما هذا نسميه لاكتوز. إذا لتحديد دور إنزيم اللاكتاز وبعض خصائص نشاطه تجرى سلسلة من التجارب. التجربة الأولى نرغب في تبيان دور بعض العوامل المؤثرة على نشاط إنزيم اللاكتاز، ولذلك تم قياس السرعة الابتدائية لنشاط هذا الإنزيم في شروط مختلفة أعطت نتائج موضحة في الوثيقة 1. طيب، الآن نعيد نرغب في دراسة بعض العوامل المؤثرة على الإنزيم. إذن العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم هي الpH، هي الحرارة، هي تركيز الركيزات، هي المثبطات. إذن هذا الموضوع أو هذه الدراسة ركزت على تأثير الحرارة وتأثير الpH، فأعطانا هذا الجدول. الآن مطلوب منك أنجز منحنى تغير السرعة الابتدائية بدلالة الpH الوسط مفسرا تأثيرها على نشاط الإنزيم. إذا هذا السؤال فيه أنجز، ثم بعد ذلك فسر تأثير الpH. طيب، الإنجاز بالنسبة للمنحنى، إذا المطلوب هو إنجاز المنحنى. إذا عندما ننجز المنحنى نضع السرعة الابتدائية على محور التراتيب، ونضع الpH على محور الفواصل، ثم نحدد القيم بعد تحديد السلم للرسم ونضع العنوان، فنجد المنحنى كالتالي. إذا بالنسبة لرسم المنحنى، هذا عمل يقوم به الطالب اللي هو نجد رسم المنحنى كالتالي. إذا السرعة الابتدائية تكون على محور التراتيب، ثم لأننا نقيس في تغيرات السرعة بدلالة الpH، فنجد هذا المنحنى. إذا أول خطوة هي إنجاز منحنى السرعة الابتدائية بدلالة الpH، فنجد هذا المنحنى. ينقص هذا المنحنى اللي هو السلم، تنقصه لابد أن نكتب فيه القيم والأرقام الموجودة، ونحدد
أيضا العنوان بالنسبة للمحور. طيب الآن بالنسبة للتفسير، طبعا من الأفضل في التفسير أن نبدأ عند الPH، هذا القيمة اللي تكون فيها السرعة الابتدائية أعظمية لتصل إلى سرعة قصوى نسميها Vmax. طيب لماذا سرعة النشاط الإنزيمي عند الPH تقريبا 10 أعظمية؟ لأن جميع الجزيئات الإنزيمية الموجودة في هذا الوسط أو موجودة في هذا المحلول كلها ذات بنية فراغية طبيعية تسمح لها بالقيام أو الارتباط بالركيزة مشكلة معقد AS. طيب الآن كلما ابتعدنا عن الPH المثلى سواء بالزيادة أو بالنقصان فإن السرعة الابتدائية سوف تقل. طيب لماذا تقل السرعة كلما ابتعدنا عن الPH المثلى؟ الPH هي أحد العوامل التي تؤثر على البنية الفراغية للإنزيم. طبعا والإنزيم هو بروتين فيمكن أن يكتسب H+ ويمكن أن يفقد H+، وبالتالي تصبح شحنته إما سالبة في الPH الأكبر من المثلى، إما موجبة في الPH الأكبر من المثلى. طيب إذا تغيرت أو اكتسب H+ فإنه تغير مجموعة الروابط التي تحافظ على البنية الفراغية خاصة للموقع الفعال، معيقا بذلك تشكيل معقد AS. إذا لكل إنزيم درجة pH مثلى يمكن أن نحددها بالقيمة. يكون نشاطه أعظميا. لماذا يكون نشاط أعظميا؟ لأن جميع الجزيئات الموجودة في المحلول تكون ذات بنية فراغية طبيعية. طبعا إذا تكلمت عن المحلول وعلى إنزيمات فإن العدد الإنزيمات الذي يكون في المحلول هو بالملايين إن لم أقل بالملايين، ليس إنزيم واحد وليس جزيئة واحدة، وإنما نقيس العدد بمئات الآلاف، بمئات الملايين، بمئات الملايين. أيضا تؤثر درجة الحموضة في الوسط على شحنة المجموعات الكيميائية الحرة. طيب إذا كان لدينا هذا مثلا، نأخذ هذا المثال وليكن هذا هو إنزيم يبدأ ب NH2 وينتهي بالCOH، فإننا لدينا مجموعة سالبة هنا ومجموعة موجبة هنا اللي هي الأحماض الأمينية القاعدية، فيمكن أن تنشأ رابطة شاردية بين هاتين المجموعتين. ماذا لو انخفضت الPH؟ انخفاض الPH يعني زيادة تركيز H+ في الوسط، فإن ذلك يؤدي إلى اكتساب H+ من طرف الCOH، فتصبح الرابطة الشاردية غير موجودة. إذا فقدت الرابطة الشاردية فإن ممكن ذلك يؤدي إلى تغيير البنية ولا يسمح بتشكيل معقد AS. نفس الشيء إذا كانت ارتفعت الPH. عندما ترتفع الPH، طبعا هنا الرابطة موجودة، عندما ترتفع الPH فإن ذلك يؤدي إلى نقص H+، فيتصرف هذا الإنزيم أو يسلك سلوك الحمض في الوسط القاعدي بفقده H+، فتصبح الشحنات الموجبة غير موجودة، وبالتالي تختفي الرابطة الشاردية. هذا يؤدي إلى فقدان أيضا البنية. طيب في تصبح الشحنة الإجمالية للإنزيم سالبة. إذن تؤثر على المجموعات الكيميائية الحرة في جذور الأحماض الأمينية، وخاصة تلك الموجودة في الموقع الفعال، فيمكن أن تكون بالتالي سالبة ويمكن أن تكون موجبة. طيب وخاصة تلك الموجودة في الموقع الفعال للإنزيم، مما يمنع حدوث التكامل بين المجموعات الكيميائية للموقع الفعال والمجموعات الكيميائية للمادة التفاعل. طيب المجموعات الكيميائية نقصد بها الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال، طيب التي ترتبط مع الركيزة في بعض المواد الكيميائية. إذا كان سكر فإنها ترتبط مع الروابط الموجودة في السكر، إذا كان حمض أميني أو أحماض أمينية فإنها ترتبط مع الروابط التي توجد في الأحماض الأمينية، إذا كان دسم فإنها ترتبط مع الروابط الموجودة في الدسم. طيب يبلغ نشاط الإنزيمي أقصى عند pH معينة تسمى قيمة الpH المثلى، وهي تختلف من إنزيم إلى آخر. طيب إذا النتيجة التي نصل إليها ما هي؟ نصل إلى أن نشاط الإنزيم يتأثر بpH الوسط، وهذا تفسيره. طيب الآن نعود إلى الرسم. طيب الآن هذا بالنسبة لي السؤال الأول، أنجز منحنى تغيرات السرعة الابتدائية بدالة الpH
ثم فسر. وبالتالي من الأفضل أن يضع الطالب بعض الخطوط على الأسئلة المطلوب منها حتى يتذكرها، لأن هذا السؤال مركب من سؤالين، وبالتالي هو يمكن الطالب أن ينجز المنحنى وينسى التفسير حتى ويكون على علم به، ولذلك يضع خط على الإنجاز ويضع خط على التفسير حتى يتذكر أن هناك سؤال مركب. طيب إلى الآن من خلال النتائج التجريبية، السؤال الثاني، من خلال النتائج التجريبية استنتج تأثير درجة الحرارة على النشاط الإنزيمي. إذا ماذا يلاحظ بالنسبة للجدول الثاني؟ أن السرعة الابتدائية في وحدة اعتبارية، أن السرعة الابتدائية في وحدة اعتبارية، وأن درجة الحرارة هي درجة السلسيوس أو درجة مئوية. طيب في 10 مئوي يلاحظ أن السرعة الابتدائية كانت 0.6، في 20 كانت 2.5، في 37 كانت 35، في 42 وهكذا. إذا يلاحظ من خلال الجدول أن نشاط الإنزيم أو سرعة النشاط الإنزيمي متغيرة حسب درجة الحرارة، فتكون أعظمية عند درجة 37 حيث بلغ سرعة قصوى اللي هي 35، وتقل كلما ابتعدنا عن درجة الحرارة المثلى. طيب تقل عندما تنخفض درجة الحرارة، وتقل عندما ترتفع درجة الحرارة. الشرط لازم نذكر عن درجة الحرارة المثلى. وبالتالي الاستنتاج الذي نستنتجه يبلغ التفاعل الإنزيمي سرعة عظمية عند درجة حرارة مثلى، ويمكن أن نعطي الرقم كم تكون درجة الحرارة أو كم تكون السرعة عند 37 درجة مئوية. وكلما زادت أو نقصت عن هذه القيمات تأثرت السرعة بالنقصان، أي أن السرعة ممكن إذا صمت منحنى وإن كان مش مطلوب فإننا نجد نفس المنحنى السابق، لكن هنا السرعة الابتدائية وهنا راح تكون عندنا درجة الحرارة. طيب هذه القيمة اللي يكون فيها النشاط الإنزيمي أعظميا نسميها درجة حرارة مثلى. إذا نقصت درجة الحرارة عن المثلى تنخفض الحرارة، تنخفض السرعة. إذا زادت درجة الحرارة عن المثلى تزداد أو تقل سرعة النشاط الإنزيمي. طيب لماذا تكون سرعة النشاط الإنزيمي أعظمية عند درجة الحرارة المثلى؟ إذا نفس التفسير نعطيه في هذا الحال. إذا أعظمية لأن البنية الفراغية للإنزيم طبيعية تمكنه من تشكيل معقدات S تسمح له بالقيام بالتفاعل. طيب لكن التفسير يختلف من نقصان الpH أو زيادة الpH. نقص درجة الحرارة يؤدي إلى تباطؤ حركة الجزيئات سواء الE سواء الS، مما يقلل في التصادمات الفعالة فيقلل من سرعة تشكيل المعقدات S، وبالتالي تقل السرعة. طيب إذا ارتفعت الحرارة فإن ذلك يؤدي إلى زيادة حركة الجزيئات، كما تؤدي الحرارة إلى تخريب الروابط التي تحافظ على البنية الفراغية، فيصبح الإنزيم قد تخرب نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. إذا أعطينا السؤال الأول، نعود إليه مرة أخرى. إذا هناك سؤال أنجز منحنى، وبالتالي هذه الأسئلة اللي تطرح في الجزء الأول في التمرين الثاني يمكن مجموعة من الطلبة كثير جدا أن يجيبوا على هذين السؤالين، الآن ننتقل إلى السؤال الثاني أو الجزء الموالي. السؤال الثاني عفوا. إذا التجربة الثانية لدينا التجربة الثانية تمثل الوثيقة 2 التفاعل الذي يحفز إنزيم اللاكتاز. التفاعل هذا اللاكتوز الماء لاكتاز جلوكوز جالاكتوز، إذا هو تفاعل تفكيك أو تفاعل إمام. الشروط التجريبية والنتائج المحصل عليها ممثلة في هذا الشكل. ملاحظة مادة التيولاكتوز مادة ذات صيغة عامة قريبة جدا من صيغة اللاكتوز. هذا المثال موجود أيضا في الكتاب المدرسي على شكل تمرين. طيب إذا قرأت التجربة مرة أخرى في 37 درجة مئوية وغياب أي وسيط، في 37 درجة مئوية وغياب أي وسيط، يلاحظ أن تفكيك اللاكتوز يحتاج لعدة أشهر، بينما في 100 درجة مئوية وفي وسط حامضي pH يساوي 4 يحتاج إلى 60 دقيقة فقط، يحتاج إلى ساعة واحدة فقط. أي أن الحرارة
والبي اتش الحامضي ساهم في تسريع تفكيك اللاكتوز بشكل كبير جدا بآلاف المرات. لكن ماذا لو وضعت في درجة حرارة 37 وإنزيم اللاكتاز بتركيز 1 ميكرو مول في اللتر في بي اتش يساوي 10، أن الذي قامت به الحرارة 100 درجة والبي اتش قد استغرق فقط 60 ثانية، أي 1 من 60 دقيقة اللي هي دقيقة واحدة. إذا اللاكتاز سرع تفكيك اللاكتوز بسرعة كبيرة جدا، أكثر من 60 مرة مقارنة بالحرارة، وبملايين المرات مقارنة بغياب الحرارة. طيب في درجة 37 زائد اللاكتوز بتركيز 1 وفي البي اتش منخفض يساوي 4 استغرق عدة أشهر، يعني ذلك أن رجعنا وكأننا في الحالة الأولى، وكأن اللاكتاز غير موجود بسبب انخفاض البي اتش، أن البي اتش أدت إلى تقليله. طيب في الحالة الأخيرة في 37 درجة مئوية زائد اللاكتوز بتركيز زائد التيولاكتوز اللي هو مادة مشابهة منافسة بتركيز، لوحظ أنه قلت السرعة، بدل ما تكون في دقيقة واحدة اللي هي 60 ثانية أصبحت 3 دقائق. طيب الآن كل هذا الجدول على سؤال واحد، كل هذا الجدول موجود فيه على سؤال واحد. طيب السؤال: نمذج العلاقة بين الجزيئات المتواجدة في الوسط 3 والوسط 5 لتفسر التفاعل المحصل عليه في كل حالة. طيب الآن لماذا سرعة التفاعل كبيرة جدا؟ حوالي 60 ثانية تم التفكيك، في مدة 60 ثانية تم تفكيك اللاكتوز. طيب في الحالة الأخرى في مدة 3 دقائق أو 180 ثانية تم تفكيك اللاكتوز. ما هو الفرق؟ طيب إذا الآن في الحالة 5 التيولاكتوز قلل من سرعة التفاعل مقارنة بالوسط 3، يعني أن التيولاكتوز أثر على الإنزيم. كيف يمكن أن نفسره؟ الآن النمذجة معناها إعطاء رسومات تخطيطية تفسر. نبدأ في الحالة في الوسط 3، هذا اللي سميته الإنزيم، تعطي الرسم. إذا كان مش معطى البيان النماذج هذه تعطيها، إذا كان أعطيت تمتثل بما أعطي في ورقة الامتحان. إذا لدينا هذا الإنزيم وهذا الإنزيم وهذا الإنزيم وهذا الإنزيم مرتبط مع مادة التفاعل، جميع الإنزيمات الموجودة في الوسط مرتبطة، وبالتالي هنا حالة تشبع. والحالة التشبع هي التي تجعل المحلول أو تجعل الإنزيمات تصل إلى سرعة قصوى أو سرعة أعظم. طبعا تلاحظ أن هناك موجودة الركيزة حرة، يعني أن هناك ما زالت هناك ركيزة. إذا الإنزيم اللاكتوز في حالة نشاط أعظمي وتشبع جميع المواقع الفعالة، وبالتالي الرسم في الوسط 3 يكون بالتالي. طيب الآن في حالة الوسط 5 سرعة التفاعل وكأننا عندنا 4 جزيئات تشتغل، الآن أصبحت فقط جزيئتين، أي أن سرعة التفاعل قلت إلى النصف. لماذا قلت إلى النصف؟ لأن جزيئات التيولاكتوز المشابهة لللاكتوز قد ارتبطت أو عرقلت أو تفاعلت مع الإنزيم لفترة مؤقتة، فبقي الإنزيم غير شغال، وبالتالي يشتغل عدد قليل من الإنزيمات، وبالتالي يحتاج إلى وقت أطول لتفكيك كل مادة التفاعل. إذا هذه النمذجة. الآن نأتي في الأخير تحديد مفهوم الإنزيم. إذا الإنزيم هو عبارة عن وسيط حيوي. عندما نقول وسيط أنه لا يستهلك أثناء التفاعل، عندما نقول حيوي أي أنه ذو طبيعة بروتينية. ماذا يفعل؟ يسرع التفاعلات. طيب الإنزيم في الحالة هذه قام بالتفاعل في 60 ثانية، والمعروف أن السرعة تناسب عكسي مع الزمن. فإذا كان الزمن قصير يعني أن السرعة كبيرة، وإذا كان الزمن طويل يعني أن السرعة أقل. إذا الإنزيم هو عبارة عن وسيط حيوي يساهم في تسريع التفاعلات الحيوية، ويتميز بتأثيره النوعي. طبعا هذا من خلال معلوماتك غير موجودة في الشكل تجاه الركيزة ونوع التفاعل. يعمل في شروط ملائمة من البي اتش والحرارة، ولا يستهلك أثناء التفاعل. إذا هذا السؤال ثم ضع مفهوما دقيقا للإنزيم.
ترى أن هذا السؤال سؤال نوعا ما مفتوح، وبالتالي تعطي مفهوم دقيقا للسؤال من خلال ما ورد في الموضوع ومن خلال ما ورد أو من خلال معلوماتك أيضا. هذا بالنسبة لي هذا الجزء. الآن نأتي إلى الجزء الثاني اللي هو استعمال الاستدلال العلمي في الإجابة على هذه الأسئلة. إذن الجزء الثاني تظهر على شخص يعاني من عدم تحمل اللاكتوز أعراض تتمثل في انتفاخ وآلام في البطن وغازات. إذن انتفاخ، آلام، غازات، وفي بعض الأحيان وإسهال. لتحديد مصدر هذه الأعراض وعلاقتها بهضم اللاكتوز ودور اللاكتوز في ذلك نقدم هذه الوثيقة. طبعا الوثيقة 3 تشمل، أو السند 3 يشمل مجموعة من الوثائق أو مجموعة من الأشكال. مطلوب منك أنك تستعمل هذه الأشكال باعتماد على أشكال الوثيقة وباستدلال منطقي متدرج اشرح سبب ظهور عدم تحمل اللاكتوز عند المصاب وعدم ظهور عند الشخص السليم رغم حدوث هضم اللاكتوز. طيب الآن لو نطرح التساؤل التالي، إذا يعاني هذا الناس من عدم التحمل اللاكتوز، ما سبب ذلك؟ وكأننا طرحنا إشكالية. الآن للإجابة على هذه الإشكالية نستعمل الوثائق. بأي وثيقة يمكن أن نبدأ؟ يمكن نبدأ بأي وثيقة كان، المهم أن تكون إجابتي فيها ترتيب وتسلسل منطقي. لو اخترت الوثيقة أو الشكل واحد، ماذا يلاحظ في الشكل واحد؟ يلاحظ أن اللاكتوز يتحلل إلى جلاكتوز وجلوكوز بفضل اللاكتاز تنتجه البكتيريا. هذا الجلوكوز والجلاكتوز إذا بقي يمكن أن يحدث له تخمرات بفضل من؟ البكتيريا. إذا البكتيريا تستطيع أن تنتج اللاكتاز اللي هو الإنزيم. هذا اللاكتاز يفكك البكتيريا، أيضا تقوم بدور اللي هو التخمرات، فينتج عن ذلك حمض اللبن، وينتج عنها الغازات، وينتج عنها الحمض البيوتيريك ومجموعة من المواد الكيميائية المختلفة. إذا دخلنا في عملية التخمر طبعا في غياب الأوضة. لكن هذه البكتيريا أين هي موجودة؟ هل هي موجودة هكذا؟ إذا رجعت للشكل 2، إذا البكتيريا بإمكانها أن تنتج. إذا رجعت للشكل 2 يلاحظ أن في الأمعاء الدقيقة بالنسبة للإنسان الطبيعي، في الأمعاء الدقيقة بالنسبة للإنسان الطبيعي أن عدد البكتيريا يكون 10 إلى 10,000، بينما في المعي الغليظ يكون من 10 أس 12 إلى 10 أس 14، أي من 1000 مليار إلى 100,000 مليار بكتيريا في المليمتر المكعب. إذا عدد رهيب جدا وعدد كبير جدا موجودة في الأمعاء الغليظة. إذا الأمعاء الغليظة للإنسان تحتوي على البكتيريا. إذا البكتيريا تقوم بالتخمر وتقوم بتحليل. إذا وجد أن المعي الغليظ يحتوي على بكتيريا كثيرة جدا، سواء عند الشخص السليم أو عند الشخص المصاب. طيب لو اعتمدت الآن على الشكل 3 اللي هو نتائج معالجة مقاطع رفيعة من جدار المعي الدقيق بأجسام مضادة خاصة باللاكتاز، إذا هناك الاختبارات المناعية يمكن أن نضيف أجسام مضادة ترتبط فقط مع إنزيم سميناه اللاكتاز. هذا الإنزيم اللاكتاز يمكن أن نصنع له أجسام مضادة وترتبط به. هذه الأجسام المضادة نضيف لها مادة مشعة فيصبح جسم مضاد مشع مرتبط باللاكتاز أينما وجد، فيظهر إشعاع على شكل نقاط سوداء بعد التصوير بالإشعاع الذاتي، فتظهر على شكل نقاط سوداء. إذا تمثل النقاط السوداء الإشعاع عند الشخص المصاب وعند شخص سليم. إذا هذا المقطع في الأمعاء الدقيقة، في الأمعاء بصفة عامة، اللي هو إذا نتائج معاملة جدار المعي الدقيق بأجسام مضادة باللاكتاز. إذا هذا في جدار المعي الدقيق الذي يكون عند الشخص السليم، بينما هذا في جدار المعي الدقيق عند الشخص المصاب. إذا الآن رانا نستعمل في الوثائق ونحاول أن نفهمها بشكل كبير. طيب ماذا يلاحظ بالنسبة للشخص العادي؟ أن هناك نقاط سوداء تدل على أن وجود الإشعاع اللي هو مرتبط بالجسم المضاد مرتبط باللاكتاز، وبالتالي هذا الشخص يستطيع أن يصنع إنزيم اللاكتاز. طبعا هذا السؤال اللي هو مطروح في هذا الجزء
لا يشمل فقط معلومات ليكتسبها الطالب في النهاية. إذا هناك معلومات التي يجب أن يكتسبها حتى في السنة الثانية وحتى السنة الرابعة متوسط. إذا لازم يعرف باللي أن الإنزيم اللاكتاز ما هو إلا إنزيم تفرزه الأنابيب أو الغدد المعوية الموجودة في الغدد المعوية، وهو يساهم في عملية الهضم. بعد الهضم ماذا يحدث؟ يحدث عملية الامتصاص. إذا الشخص يمتلك إنزيم اللاكتاز اللي هو الشخص السليم. الشخص المصاب ماذا يلاحظ؟ يلاحظ غياب النقاط السوداء التي تعبر عن الإشعاع والذي يعبر عن اللاكتاز عند الشخص السليم. إذا بعد هذه الجولة في هذا الوثائق نبدأ نحاول أن نجيب على السؤال. إذا نبدأ بهذا الشكل، باستعمال السند واحد أو الشكل واحد يلاحظ أن البكتيريا بإمكانها أن تهضم اللاكتوز. هذه البكتيريا تحلل الجلوكوز إلى جلاكتوز ويمكن لها أن تقوم بالتخمرات مما يسمح بإنتاج المواد الكيميائية المختلفة. هذا الجزء الأول. طيب إذا رجعنا للشكل اثنين نجد أن في الجهاز الهضمي أن البكتيريا تكون كثيرة جدا في الماء الغليظ وتكون قليلة كثيرا في الماء الدقيق. طيب باستعمال السند هذا يلاحظ أن الشخص السليم يمتلك إنزيم اللاكتاز لأنه ظهر الإشعاع على مستوى جدار الأنبوب، بينما الشخص المصاب لا يمتلك إنزيم اللاكتاز. الآن بعدما استعمل في الوثائق نحاول أن نفسر الآن بالنسبة للشخص المصاب عندما يتناول الحليب الذي يحتوي على اللاكتوز اللي هو السكر، فإنه يمتلك إنزيم اللاكتاز حسب هذا السند يقوم بتفكيك اللاكتوز إلى جلوكوز وجلاكتوز حيث يمتص من طرف الزغابات المعوية إلى الدم، وبالتالي لا يصل إلى البكتيريا الجلوكوز والجلاكتوز، فلا تقوم البكتيريا بعملية التخمر ولا ينتج حمض اللبن ولا ينتج الميثان ولا تشكل له المشاكل. طيب الآن بالنسبة للشخص المصاب عندما يتناول اللاكتوز، عندما يتناول الحليب الذي يحتوي على اللاكتوز سكر حليب، فإنه لا يهضم لغياب الإنزيم بسبب هذا الدليل بغياب الإنزيم، وبالتالي يمر ولا يمتص. إذا لا يستطيع أن يمتص، وبالتالي يمر اللاكتوز فيصل إلى الماء الغليظ تستقبله البكتيريا حيث تفككه بإفرازها لللاكتاز البكتيري الذي ينتج عنه جلوكوز وجلاكتوز، وبفضل البكتيريا يحدث التخمر فينتج ما يسمى بالأحماض التي تسبب تسريع حركة الأمعاء فتسبب الإسهال وتسبب إنتاج الميثان وبعض الغازات الأسيتيك فيسبب الغازات، كما تسبب انتفاخات فتسبب آلام. إذا الآن فسرنا الانتفاخ والآلام والغازات. إذا هذه قدمتها على شكل نص. الآن لو نأتي إلى الشرح، إذا كلمة الشرح هنا نقصد بها أنك تضع نفسك أو أنت المسؤول، أي أن شخص طرح عليك السؤال وأمامك مجموعة من الوثائق، حاول أن تفهم هذا الشخص بدليل منطقي بحيث يذهب من عندك مقتنعا بإجابته. ماذا تستعملها بشكل مرتب. إذا لو نعرض الإجابة مرة أخرى، إذا الشرح من الشكل واحد، إذا استعملنا الشكل واحد استعملنا الشكل اثنين استعملنا الشكل ثلاثة. بعدما استعملنا الشكلين نأتي إلى شرح الوضعية. عند الشخص السليم كما ذكرت لا تفرز الغدد المعوية الإنزيم الذي يفكك اللاكتوز فلا يصاب به الشخص. عند الشخص المصاب عدم تحمل اللاكتوز يعود إلى غياب هذا الإنزيم، وبالتالي ما كانش هضم في الأمعاء الدقيقة فيصل اللاكتوز إلى الأمعاء الغليظة فتسبب البكتيريا في تخمره وتفكيكه منتجا ما يسمى بحالات الغاز. طيب الآن ما هي الوقاية أو العلاج الذي يمكن أن تقترحه إذا طرح سؤال؟ إذا الوقاية بسيطة جدا، أنه الإنسان هذا لا يتناول المواد التي فيها السكر اللاكتوز. إذا هذا وقاية. بالنسبة للوقاية، هل يمكن أن يكون هناك علاج؟ هذا الإنسان لا يمتلك الإنزيم، لا يمتلك المورثة التي تنتج الإنزيم، وبالتالي لا يوجد علاج يشفي تماما. يمكن أن يتناول الشخص إنزيمات على شكل حبوب أو أقراص فيها إنزيم اللاكتاز.
هذا الموضوع اللي هو بكالوريا 2018 يتناول بعض الاختلالات الوظيفية التي تحدث على الإنزيمات، وتكلمنا على اختلال وظيفي في بكالوريا أيضا السابق اللي هو تصلب الشرايين. هناك أيضا عدم تحمل اللاكتوز، وهناك أمراض كثيرة تنتج عن اختلال وضعية، اختلال في عمل البروتينات. يمكن أن تطرح في البكالوريات القادمة اختلالات وظيفية ناتجة عن بروتين، وبالتالي ينتبه الطالب من هذا النمط من الأسئلة. هذا النمط من الأسئلة. نكون بهذا قد أنهينا هذا الموضوع، وشكرا لكم.